جوه قاعة المحكمة وقف القاضي وخلاص هينطق بحكم الإعدام على زوج متهم بقتل زوجته. الغريب بس في القضية ديت إن الشرطة ما قدرتش توصل أبدا لجثة الزوجة. المهم وقف المحامي وقال أنا عارف إن كل الأدلة بتدين الزوج، لكن للأسف مفيش دليل قوي أو قاطع إن هو فعلا اللي قتل زوجته. المفاجأة دلوقتي يا سيادة القاضي إن موكلي بريء، وأبسط دليل على براءته إن زوجته على قيد الحياة لسه، وهتدخل دلوقتي قدامكم من باب القاعة. فنادى عليها المحامي بصوت عالي، فكل الناس بصت على الباب منتظرة دخولها، لكن للأسف محدش دخل. المحامي وقتها قال للقاضي كل الناس ديت لو متأكدة ان هي توفت بنسبة 100% ما كانوش بصوا او التفتوا ناحية الباب ابدا. فرد القاضي وقال له انا خلاص حكمت على الزوج ده بالإعدام، وابسط دليل ان هو القاتل ان لما كل الناس بصت على الباب هو الوحيد اللي ما بصش معاهم، وده دليل ان هو متأكد من جواه ان هي عمرها ما هتدخل لان هو فعلا قتلها. قول لنا رأيك في التعليقات دلوقتي، مين فيهم أذكى من التاني، القاضي ولا المحامي؟ وتفتكر فعلا هل الزوج قتل زوجته ولا هو بريء بس كان في عالم تاني؟ ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو، وقدم لنا الدعم الكافي علشان نقدر نستمر معاكم الفترة اللي جاية. سلام.